أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. إذا ما بدأت هذه الثيمات، هذه الأخلاق، هذه المعاني وهذه الدلائل يعني نحييها في قلوب الناس، وهي أن الله يعني يرى هذا الإنسان، وأن الإنسان وراءه يوم آخر، وأنه محاسب على الصغيرة والكبيرة، وأن الإنسان إنما جاء إلى هذه الدنيا جاء إلى اختبار وجاء إلى امتحان. إذا تم إحياء هذه المعاني، ولهذا الإسلام بوحده هي شعائر وأركان وواجبات. والإيمان هو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر والقدر، الإيمان بالغيب. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما بدأنا أن ننشر هذه القيم الأخلاقية أو هذه القيم النورانية أو هذه حقيقة الروابط الإلهية مع هذا الإنسان، بدأنا حقيقة بتحصين مجتمعاتنا وتحصين الأسر. إذن قضية الدين قضية مهمة جدا حقيقة لتقوية أواصر الأخلاق الفاضلة في مجتمعاتنا. طيب.